السلام عليكم. تنقدم الشكر لجريدة المغرب 24 على هذه الالتفاتة وعلى هذا البرنامج الشيق حول ما يقع بمدينة مراكش. اليوم كنشوفوا الواقع والمشكل الكبير اللي كتعانيه مدينة مراكش مع الشركة اللي مفوض لها قطاع الإنارة بمدينة مراكش. هذه الشركة اللي أخلت بجميع البنود ديال الاتفاقية اللي دارت مع المجلس. هذه الشركة اللي تقامت على المراكشيين بمبلغ كبير ديال الملايير ديال السنتيمات باش تقامت. هي قبتات المارشي، عطاتنا وعود انها بترد مدينه مراكش حاضره للانوار. بينا كنتفاجئوا بان الشركه المبالغ اللي وصلت لها والملايير اللي قبضتها ما دارت من داك الشيء اللي وعدت به المواطنين ووعدت به المجلس حتى الربع. وتنشوفوا حنا المجلس ساكت على هذه المسائل هادو. شكون اللي تيحمي هذه الشركه وشكون اللي داير عليها المظل؟ مراكش كلها غرقه في الظلام. الخدمات جد مترديه ديال هذه الشركه هذه، ما عندهاش المسيرين والكفاءات اللي فيها، ما عندهمش الخبره الكافيه وما عندهمش التجربه باش يقودوا الاناره العموميه داخل مدينه مراكش. شفنا خرجات اعلاميه للعديد من الجمعويين والعديد من الشخصيات المراكشيه المعروفه دون ان يحرك المجلس الجماعي لمدينه مراكش ساكنا. منين ما دزتي في مراكش كاين الظلام، منين ما دزتي كاينين ارتجاليه في الخدمات. الاسلاك الكهربائيه دايزه بطريقه عشوائيه، تقدر تصادف معاها في الارض، تصادف معاها في السماء، غاديين بواحد الارتجاليه ما عمرني شفت بحال هذه الخدمه. والنزاهه ديال مولاي الحسن خير دليل ان دايره واحد الخدمه تماك. راه المخ ديال بنادم تيوقف. راه الجوار ديال المجلس الجماعي باقي ما بدلوش فيه المصابيح. راه الاتفاقيه وكلناش التحملات اللي وضعها هي ودوك الاتاوات. انا بهذه العباره اللي فرضها على المنعشين العقاريين ديك 10% ما باش تفهم ليا انا ديالاش باش من حق لو كناش ديال التحملات اللي كتفرض على المنعش العقاري انه يطبقوا في التجزئه ديالو. هي براسها ما كتحترم فيه حتى بند. شكون اللي تيحمي هذه الشركه؟ وروني عباد الله انا شي شركه الكابيتال ديالها 20 مليون سنتيم تعطيها البنكه قرض فيه الملايير. وروني الضامن هو المجلس. هذه الشركه غدا ولا بعد غدا وقع مشكل جواب الله يحفظ جمعات قلاوعها البنكه غادي تحجز على ممتلكات المجلس. لهذا انا كنطالب باللجنه للتدقيق ديال الحسابات ولجنه افتحاص في الماليه ديال هذه الشركه وتشوف الشراكه اللي دارت مع المجلس كيفاش وشكون المستفيد، لان المراكشيين ما استفدوا والو من هذه الشركه. في هذا الصدد غادي نناقشوا واحد المشكل اللي ولا مشكل يعني عويص كلشي ولا تيهضر عليه بمدينه البهجه، مدينه 7 رجال، اللي هو الاناره العموميه. هذه الاناره العموميه اللي نقدروا نقولوا بان مراكش يعني ولا في ظلام. نقدروا نعطيو واحد النموذج، هو هذا الشارع هذا اللي جا ما بين مقاطعه ديال النخيل ومقاطعه ديال كيليز، يعني اللي واحد الشارع اللي هو تيعرف واحد يعني واحد الحركه يعني كبيره ما بين يعني حركه كبيره ديال المواطنين ولا المسؤولين ولا السياح ولا اللي تيمروا يعني من هذا المكان. كي تتعرفوا يعني الشارع انتم كي تشوفوا هو تيهضر على راسو شارع هما البالي شاعلين، ولكن الشارع راه فيه الظلام. يعني هذا الشيء اللي تيخلي يعني مشاكل ديال الكريساج. واخا الحمد لله في هذه الاونه الاخيره يعني حاولنا يعني الناس تاع الامان ولا هذا كان واحد اليقظه وهذا، ولكن بحال هذا الشيء راه تيسبب يعني مشاكل ما يقدرش يعني شي حد يقدر يدوز يعني في هذه البلاصه ولا بعض الاماكن الاخرى. يعني كي تشوفوا ماشي ما كاينينش البالي هما كاينين، ولكن راه الضو ديالهم راه ضعيف. الضو ديالهم ضعيف، يعني شعل البوله بحال ما شعلاش. وواحد المشكل اخر هو بحال مثلا هذه المسافه، هذا البالي راه طوال بزاف، يعني خصهم واحد البالي اخرين نصاصيين اللي هما تيعطيو على حساب على حساب الراجلين هذاك اللي تحت يعني راه مظلم. حنا ما تنطالبوا من الناس المسؤولين اللي تيعطيو يعني تيدوزوا هذه الصفقات لهذه الشركات اللي هي تتعدى يعني بالملايير السنتيمات باش يحاولوا يعني يعاودوا النظر معاهم في دفتر التحملات، ويحاولوا يديروا واحد اللجنه اللي تحاول تدور في مراكش باش تشوف
يعني هاد الشوارع وهاد الازقه واش هاد الكهرباء ولا هاد الضوء واش فعلا قاد لهاد الشوارع ولا ما قادش. حنا كي تنعرفوا حنا جينا عطيناكم واحد النموذج، هو هاد الشارع واحده الولايه اللي السيد الوالي ولا الناس المسؤولين كلشي تيمشيو ويجيو هنا، يعني بحال بتقول واحد الشارع اللي هو يعني رئيسي هنايا. ما بالك الا دخلنا الازقه والشوارع يعني ديال الاحياء اللي كاينين لداخل، كيفاش بنا نلقاوهم هنا؟ حنا تنقولوا بان هو تنطلبوا من فاطمه الزهراء المنصوري عمده تاع مراكش والسيده يعني الوزيره تاع ديال الاسكان باش تحاول يعني تعاود النظر في هذه الصفقه، وتعاود يعني النظر في هذا المشكل ديال هذه حديقه الانوار اللي تتعرف يعني واحد الاختلال خطير. والمشكل هو حنا كمراكشيين ماشي هاد الناس تيديو فلوس كثيره، خصهم يقدموا لنا خدمه كثيره. ما يمكنش نقولوا راه هاد الناس يعني راه الميزانيه قليله ولا راه مشكل، راه كاين ميزانيه كثيره اللي تتعد بالملايير. يعني هنايا خصنا قد الفلوس قد الخدمه. منطقه سيدي سبن علي هذه مده 6 سنين حنا تنهضروا عليها. تشوفوا الاناره كي دايره، كاينه باقي الاناره الصفراء في جريده المصلى وما كايناش الاناره معادبه. هاد حديقه الانوار ما كاين لا انوار لا والو. وهانتم تشوفوا حنا كاينين في الجريده ديال المجلس مقاطعه سيدي سبن علي والاناره كي دايره. اول خطره كنا بدينا على الاناره كنا بدينا في المقاربه الامنيه مع السي مشيشو، وبدينا اللي كاين 50% من الامن ديال المنطقه هي الاناره العموميه. هنا تنجدوا رئيس مقاطعه سيدي سبن علي باش يتحرك اللي هو عرفناه ترأس تنهنيوه مدار الرئاسه ديالو في الاناره حديقه الانوار ترأسها. هنا بين منطقه سيدي سبن علي كاينه 250 درب بين درب وشارع بين الاناره العموميه كي كاينه في كيليز كي كاينه في الشوارع الكبيره تكون في منطقه سيدي سبن علي اللي الميزانيه ديال 12 مليار كلهم المراكشيين تيعطيوها. وهنا بغينا من كي نقولوا من المسؤول الاول دروكا الحاج نكيل بغينا يتحرك اللي هو تنعرفوه فاعل جمعوي ولا رئيس مقاطعه سيدي سبن علي، ولكن بين العمل ثم العمل اللي انتم تشوفوا الجريده فين تيجيو يقعدوا مواتنا وخواتاتنا في الجريده في حدا مقاطعه سيدي سبن علي الاناره ما كايناش. الجريده اللي على المصلى الاناره ما كايناش. هنا تنتمنى من الله وتنتمنى من رئيس مقاطعه سيدي سبن علي والرئيس اللي مكلف حديقه الانوار يتحرك ويخدم هذه المبادره القيمه اللي حنا هذوك مواتنا وخوتنا المتنفس ديالهم هما هذو الجريدات. وتشوفوا جهه الواحه الاناره ما كايناش، جهه الواحه جهه الجريده ديال الاناره ما كايناش، ولكن الا مشيتي شارع محمد السادس تلقى الاناره كاينه.